دايما لما بندخل الدهون الصحيه في الدايت بتكون المكسرات حاجه اساسيه معانا. يا ترى بقى ايه الاحسن اللي فيهم واللي ممكن نختاره، اللوز ولا الفول السوداني؟ ده اللي احنا ان شاء الله هنعرفه في الفيديو النهارده. وتعالى نصدمك بحاجه جديده، بس قبل ما اقول لك عليها متنساش تصلي على النبي الاول يا صديقي. لو جينا للوز هنلاقي ان كل 100 جرام منه بيديك 575 سعر حراري، وبيديك 3 من 10 جرام من الاوميجا 3. ومن فوائده الجميله ان هو بيقلل معاك من ضغط الدم ومن الالتهابات، وبيحسن كمان معاك من مستوى سكر الدم. اما لو احنا جينا للفول السوداني فهنلاقي ان كل 100 جرام منه بيديك 567 سعر حراري، وهنلاقي ان هو من فوائده ان هو بيحسن معاك من صحه القلب وبيمنع من تكوين حصوات المراره. فمن هنا يا صديقي للاسف وتيجي المفاجاه ان نسبه الاوميجا 6 بتكون فيه اعلى من الاوميجا 3. فهنلاقي ان كل 100 جرام منه بيديك 15 مللي جرام من الاوميجا 6، في حين ان انت احتياجك منه 17 مللي جرام للرجاله، وللبنات 12 مللي جرام. وللاسف لما الاوميجا 6 بتزيد في الجسم بتكون عرضه اكتر للالتهابات، وضغط الدم بتاعك بيعلى. فمن هنا يا صديقي كل اللي اقدر اقول لك ان الاختيار الاحسن طبعا هيروح للوز، وده علشان الاوميجا 3 اللي بتكون موجوده فيه. وكمان لو انت عندك مشاكل في المعده ما بتعرفش تهضم الاكل كويس وعندك حساسيه من الفول السوداني، وده برده مش هيمنع انك تقدر عادي جدا تدخل الفول السوداني في الدايت. بس اهم حاجه حاول ما تزيدش عن النسبه المطلوبه في الاوميجا 6. ودي كانت الحلقه ال 44 في سلسله ايه الاحسن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سيف وفولو وتابعنا عشان يوصلك كل جديد.